نفذ عدد من الأساتذة الناجحين في المناظرة الوطنية الكاباس وقفة احتجاجية صباح اليوم من مقر رئاسة الحكومة مطالبين بانتدابهم بصفة فورية. تابعوا التقرير. نفذ صباح اليوم الأساتذة الناجحين في المناظرة الوطنية للكاباس وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، وذلك احتجاجا منهم على عدم انتدابهم بصفة فورية وآلية من طرف وزارة التربية بعد نجاحهم في المناظرة. نحن اليوم تواجدنا قدام الشاهد رئيس حكومتنا في إطار تسوية وضعيتنا القانونية والمادية والمطالبة بالانتداب الآني والتكوين المستمر والموازي. الأساتذة هذم أكدوا أنه مطالبهم في الانتداب الحيني مشروعة، إلا أن وزارة التربية أجبرتهم على إكمال ماجستير مهني لمدة 2 في علوم التربية، ويبقاو في انتظار انتداب قد يأتي وقد لا يأتي. زي نبينوا في موقفنا، رانا مازلنا شادين الصحيح ومازلنا عارفين حقوقنا واضحة وصريحة بالقانون بالأخلاق بالمشروعية اللي تحب عليها. عندنا حق، الناس كلها مستعرفه بهذا، وللتو ماناش فاهمين علاش بعد 3 شهور 800 للتو ما طلعت رئاسه الحكومه وعبرت عن موقفها. رانا نعاودوها 1000 مره ونقولوها، 300,000 حامل شهاده عليا في تونس. نحن النخبه نتاعهم نحبوا ولا نكرهوا، راه مش معناتها تبجح ونقولوا نحن النخبه، راهي مناظره وطنيه حطتنا نحن كنخبه. على 300,000 184,000 سجلوا في المناظره، 114,000 عدوها، 2356 ديكلاري ناجحين. مصيرنا شنو؟ الدولة شنو معناتها ماناش موجودين؟ هذا وسبق للأساتذة هذم تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية ومسيرات جابت شوارع العاصمة وانطلقت من ساحة محمد علي من أمام الاتحاد الجهوي للشغل وصولا إلى مجلس النواب، حيث يعتبر التحرك اليوم التحرك الاحتجاجي رقم 19 وسط المضايقات الأمنية والصمت المتواصل من السلطة المعنية. في ظل تعليات واهية مستويات متدنية وخرق صريح للقانون، احنا نقول لك راك انت اخترت المواجهة. نحن ناجحي الكاباس، نحن لها، نحن في ظل حجب خبزنا لا نساوم. هذا وهدد المحتجين بالتصعيد في حالة تواصل إغلاق باب الحوار معهم، ليبقى أملهم في لفتة واضحة وجدية من وزارة التربية لتجيب على مطالبهم وأسئلتهم حول مصيرهم المهني.